Yeah. He's limited now. Up to 12 there are no movement. And now you're starting from 1 up to 12 there are no movement. Before, for 0, 100. That's why they, when I was getting a direct in the water, they never get it. Yeah. Once you get to Canada, then I see him in the Yamon. Yeah, right. You tend to one of place, this northwest. I'm making the way from The same بدله ما ممكن اديله يمكن هي ديبند القدام يا ولد طبعا انت عارف انا كنت بتفرج على السرايا القدام ده وبابا ده قلت له اتفضل هناك 6 صباح لا يقول في جودي ده ما في لور بياكين كوي كوي نكمل بياكين رانا كوي نبي لا ده لا يا ابو Coi Bảo coi
بعدين الناس في البيت قاعدين يفكروا مسؤولهم عن التسويق بتاعه ولا يسمعوا ولا يسمع النعمة بتاعه يقول كم ريت الاتجاه بتاعتنا الجزء الشمالي في اتجاه الشمالي. ده الخريطة بتاعت الخريطة الشفوي لمنطقة رومبيك. أولا نبدأ المناطق بتاعت عدو. المنطقة الثاني رومبيك سينيور سكندري سكول لرئاسة بتاعت عدو. هم عملوا خنادق جماعية. والله يعني احنا هسه في صوت بتاع المدينة بالبيت، south east of مدينة بالبيت. المسافة من هنا حتى هناك ده 4.5 كيلومتر، يعني جريد سكوير واحد ده نص كيلو، الاثنين بيعمل كيلومتر. يبقى من هنا لغاية هنا 4 كيلو، يعني من آخر مدينة هنا لغاية النهاية بتاع المدينة 2.5 كيلومتر. واحنا واقفين هنا وجينا لاين اوف دايركشن يمر من هنا لغاية بين المحافظ لمستشفى لقدام. أوصاف بتاع المناطق الموجودين في سان موديل ده برايمري سكول، ده بوليس ستيشن، دي ماركت، بعد PDU هنا بتلقى هنا في مستنقع في يعني خيران كده شوية صغير. لكن شمال المدينة هنا دي منطقة دي كلها ونفس الغابة زي الغابة الموجودة هنا ده حتى النهاية بتاع المدينة هنا لغاية هناك، يعني المنطقة دي كله يستنكبوا. زمان كان في حلة هنا، هسه شطب ما في حلة، هسه بقى كلها جيش. برضه كان معلم حلة من رومبيك سكندري سكول هنا، أبدأ من السوق هنا لغاية مساء الخير كلكم. طبعا سميتوا من كابتن مكوي وكابتن اليو ده معلومات عن العدو في رومبيك. فأقول أنا أفتكر معظمكم ما جاي هناك امبارح ولا أول امبارح لريكونسنس، وأي زول ما جاي هناك يكون شايف حاجة بقدر إنه يخليه يشتغل في رومبيك على حسب الأسايمنت اللي هو بياخده. يكون في معلومات أو يكون الديسكريبشن بتاع جراوند عمله اوتوماتيكالي الناس بخش في الأوامر. لكن نحن هنا عشان إنه كل واحد يقتنع نحن هنبدأ بمناقشة الخطة ذاته بتاعت إنه عملنا شنو حتى بعدها نخش في الأوامر. ما دام إنه نتفق كلنا إنه الكلام ده كله صح حتى بعدها بنخش في الأوامر. الكلام ده ظاهر. ف نحن بنبدأ بأبريشيشن حسب الكلام اللي عملنا. ف
بتاعنا هو احتلال مدينة رومبيك. هي أول هدف بتاعنا. Our mission is to capture the enemy garrison down of Rumbek. هي our mission بتاعنا. في زول ما واضح في الكلام ده. اسئله وياي فعشان انت تقدر انه تصل مع الخطة بتاعك. فالعوامل اللي بتأثر مع الخطة بتاعنا طبعا واحد منهم ده الأرض. وزي ما سمعتوا من كابتن الليو إنه الأرض زي ما هلا نحن قاعدين فوق نفس الطبيعة، يعني أرض مسطحة وممكن بسمح للتحرك لكل الأنواع من العربات. كان في دبابة، كان في عربية كبير، كان في عربية صغير، ممكن يتحرك في كل الاتجاهات، لأنه ما في أي obstacle، ما في أي موانع. وكان موانع طريق شرق، طريق يعني انت جاي من الشرق تقول سوالف بوديك للغرب. انت جاي من الشمال شمال المدينة برضو بوديك للغرب. لو انت جاي من الغرب انت برضو بتمشي للغرب. لو انت ماشي من الجنوب برضو بوديك للغرب. فالأربع طرق بتاع الاقتراب ما بنهجم بهم كله، لازم نختار أحسن طريق. فعلى حسب الخطة بتاعنا درسنا كل الطرق دي، لقينا طرق تانية عندهم عيوب. مثلا القوة بتاعنا اللي كان هنا بدري في رومبيك بيهجم باتجاه ده، فالعدو كله attention بتاعه كله في اتجاه بتاع الجنوب. أغلبية الأسلحة بتاعهم زي ما شوفوا تحت إنه الوضع بتاع الأسلحة بتاعهم أغلبيتهم كله متجه للجنوب. ده واحد من العيوب بتاع الطريق ده. فكل النيران بتاعه موجه للجنوب. هي هو الطريق الوحيد الممكن إنه تمشي فوق. لو إذا نشرت الجيش بتاعك كله بانتشار كده عشان إنه تهاجم للجيش في راسة المدرية وفي بيت المحافظ وفي مدرسة رومبيك، ما ممكن إنه القوة ينتشر في المحل ده كله ويعمل لك الهدف. فده عيب أو عيوب بتاع الطريق ده. نمسك الطريق بتاع شرق، الطريق نمرة 2 بخفيف من النظر بتاع العدو. الطريق ده بيسمح لك الانتشار. مثلا لو انت جاي تهجم على المدرسة بتاع رومبيك بيسمح لك الانتشار في فرونتج أوسع. هو المدرسة بين المحافظ ممكن تضربهم كله في مرحلة واحدة، ممكن تهجم عليهم في وقت واحد. برضو بسمح لخطوط بتاع الامدادات. انت ممكن انه تودي ذخيرة، مثلا لو قلنا انه يعود كل الحاجات بتاعنا الامداد كله موجود هنا، انت ممكن تمد القوة بتاعك بشكل هناك بسهولة. ممكن تودي ذخيرة، ممكن تودي أكل. مورا كله كان شغال من القوة القديمة كان موجودة في المنطقة. الحاجة يمكن الأخيرة إنه العدو المنطقة ده ما في تحركات المواطنين، فما ممكن إنه العدو يلقى المعلومات عن تحرك بتاع أي قوة في الاتجاه ده بكل سهولة. مثلا في المنطقة ده ما في ناس بتمشي هناك بكل سهولة. من العيوب بتاعه ما في سواتر جيد بتاع النيران. سواتر من النيران ما في إلا لما تكون قريب
للمعلات بتاع العدو، أو ممكن تلقى بيوت، أو ممكن تلقى جهات كبيرة. ده عيب بتاع الطريق ده بتاع المحافظ، وماشي لغاية ما يمشي للسجن هناك ما بكون عنده موية، فده عيب بتاع الطريق ده. ده 2 طرق هسه ناخد بعدين العدو ده يقتلوه في مناطق. من ناحية بتاعتنا نحن دايرين دائما لما when you wage war نحن بنشوف إنه المنطقة ده أو الهجوم هيكون معامل نسبة لوجود العدو داخل المدينة وما قاعد يطلع برا. ما ده كلام بتاع داخل طبعا، يكون كلكم تشوفوا إنه الجروب ده فيه اللي بيداخل بالليل، ما في زول يقول العربية بتاعي إنه يضربوه بالليل، ما ممكن إنه نفس الشيء برضو إنه نهجم بالليل العدو ما قصد إنه يستخدم طيارات ما ممكن إنه يجي يضرب بالليل، أما بالنهار فإنه يطلب أي نقدة موجودة. فنحن نستنتج إنه يستحسن إنه نحكم بالليل عشان إنه كوادر بسيطة والعدو ما يستخدم كل الدبابات بتاعه والطيارات بتاعه، برضه بقلل من تأثير بتاع النيران الأرضية من قوة بتاعه المشاة. على حسب الوضع يمكن شفتوا في دفاعات العدو لما كل الكلام الظاهر لنا في الوصف بتاع الأرض وقوات العدو الموجودة في المنطقة. نجي نشوف القوة ذاته بتاع العدو. تعادل القوة، قوات العدو الموجودة في المنطقة كله تقدر بكتيبة مشاة مدعمة. الكتيبة السودانية طبعا فيه 5 سرايا، في 3 سرايا مشاة، في سريد المعاونة، في سريد الإدارة أو سريد العاصمة. ده تنظيم بتاع الجيش السوداني مدعمة ب وحدات دعم عندهم نفاذ. فما دام إنه قاعدوا وقت ده كله لما نحن جينا جنبهم نحن كانوا عند ريت دم، ما ممكن نقول إنه مورال بتاعهم نازل، فبنقول إنه مورال بتاعهم عالي. التدريب بتاعهم تدريب بتاع جيش نظامي، يعني تدريب كويس. القوة الصديقة بالنسبة لهم ما عندهم أي قوة تاني قريبة في منطقة رومبيك غير القوة الموجودة في توي، فده مسافة بتاعت 75 متر. القوة الصديقة الموجود أول قريب بالنسبة لهم ده الميليشيا، عندهم وسيلة بتاعت ميليشيا يعود القنادق بتاعهم جنب السجن أو البيت بتاعت المحافظة. ده يعود القوة الصديقة بتاعهم اللي عندهم طبعا مسلحين بالأسلحة كلاشينكوف نجيم والسنوك، ده التسلية بتاعهم. ده القوات العدو الموجودة في منطقة رومبيك. 6 تاسك فورسز عندهم 18 سرير. الفيرست بريجيد اللي هو القوة القديمة اللي كانت موجودة في المنطقة عندهم 3 تاسك فورسز، يعني كله 6 تاسك فورسز في 3 كم؟ 27 سرير. 27 سرير. والنازل عندهم كم سرايا قبل؟ 5. يعني نحن متفوقين عليهم بالكثير. عندنا انتي تانك ويبون، عندنا وايد مدفع 76 ملم ده انتي تانك، وعندنا 6 SPG 9 كلها مضادة لهم. عندنا برضو في الارتيلري حاوتر 122 ملم واحد، 2 حاول 120
81. الدفاع الجوي عندنا 2.23 ملم. عندنا واحد 14.5 أبو 4 ماسورة. عندنا 3 14.5 برضو واحد ماسورة. وعندنا 3 مجموعة تيتك تاسام 7. المهندسين عندنا برضو 4 مدافع 12.7. بطال ولا كويس؟ نحن ما جينا نظامي، لكن التدريب بتاعنا تدريب بتاع جيش نظامي. مورال انا بسيبه لكم، مورال بتاعنا كيف؟ ملا هاي ها؟ قابل الاستخبارات انه في تقريبا زي سريتين، فقلنا لو في سريتين في المنطقة بتاعت مدرسة رومبيكا ثانوية، قلنا ده نديه 1 تاسك فورس مدعمة ب 1 زو 23 1 14.5 أبو 4 ماسورة، 1 14.5 بماسورة واحد، 2 12.7 ملم، و3 SPG 9. لأنه سسبكتد عشان إنه يكون عنده أكثر من دبابة واحد. هذا سميناه ده objective A أو الهدف ألف. الهدف ب زو واحد 14.5 أبو 4 ماسورة، و 14.5 بماسورة واحد، و 12.7 اثنين، و 3 SPG 9. الهدف ب ايه مثل المحافظ. هديناهم تاسك فورس واحد 1 زو 23 1 14.5 بماسورة واحد، 1 12.7 و2 SPG 9. ده يعوم مال فوق قايد. ألف وباء ده المرحلة الأولى. This is the first phase, the phase 1. الهجوم بتاعهم في وقت واحد. phase 2 ده في المدرية. ده أدينام واحد 14.5 أبو واحد ماسورة، واحد 12.7 واحد SPG 9. ليه العملنام خفيف؟ ليه؟ لأنه to keep them down، ما يطلع برا من القنادق بتاعهم عشان ما يعمل interruption للشكل ده. الشكل بدور بجاي والناس اللي بقوتوا هناك ده بس تدي محبة كده عشان إنه keep them inside. لقد ما الشكل ينتهي بجاي كل المدافع في مدرسة والفي بيت المحافظ أنا بدور لهم هناك بالقوة اللي بنودي لهم. لقد هنا ده التخصيص بتاع الواجبات، مش تقسيم بتاع الواجبات، مش allotment بتاع
المسافة من المنطقة اللي نحن قاعدين فوق ده لقائد السجن ل4 ساعات يعني 60 مايل. ده هو المعنى انه قاعدين فيه. فده طويل يعني انه في مالات في السكة احنا عملناها ما في داعي حدا اذا في الاوامر انه نتعرف من هنا لوين كتمبل اريا ونتعرف من وين لوين محل التشكيل ولقاء مع انه نمشي للهدف ده هيظهر في الاوامر بتاعت الاوبريشن ذاته. الموجود نطلع بانه الارض زي ما ذكرنا قبل ده مناسب لتحرك المشاة والعربات في كل الاتجاهات. احسن طريق للاقتراب او للهجوم للعدو ده طريق جاي من الشرق وجنوبية شرقية للمدينة. ده أحسن طرق للهجوم على العدو. ما في موانع أساسا في المنطقة كله سواء كان موانع طبيعية أو صناعية. نانو إننا قوة بشرية كبيرة نفوق على العدو. استخدام بتاع القوة ما بكون كثير. يعني لما زي ما شفتوا قبل في التدريب بكون انت استخدمتها بس لقائد هذا 2 تاسك فورسز والقوة اللي بيعمل كونتنشن للهدف ده والباقي القوة كله بكون لسه قاعد ريزيرف والقوة بتاعك بكون قاعد ما في تأثير. ده برضو ما بخلي العدو انه يعمل كونسنتريشن بتاع الفورسز بتاعه في مال واحد. ما بقدر انه يواجه الناس بنيران كفايه. بالنسبه لنا بكون لنا سيطره على قوه بتاعنا. لو قوه بشكل في مال واحد هنا ده في محلتين في وقت واحد يكون في ضبط بدلا من انه يكون القوه منتشره كله في المالات الثلاثه. طرق الحالة الثاني إنه عشان نهجم على 3 في وقت واحد. فده قلنا إنه يعني الميزة بتاعه واحد بس. لو هجمنا في وقت واحد نقول إنه قوة ده يهجم بجاي، قوة ده يهجم هنا، قوة ده يهجم في راسه هناك في وقت واحد. لو نجحنا الميزة بتاعه بيكون إنه قصر لنا زمن بتاع شكله وممكن إنه ده في كونفلايت إذا ما بتعرف كون هناك كان ذا بيعمل كونفلايت مع قوة بتاعه بس برجع هناك إذا ما بتعرف إذا بقول يا فلان أنا رجعت لك رينفورسمنت وبكون ما قاعد معك وما مشى للزول بتاع رينفورسمنت هناك. ده بتاع إنه ناجم 3 مالات كلهم في وقت واحد. برضو بشتت يعني أو يعني انت بتدخل اكبر قوه في وقت واحد كثيره انت ما بتقدر انه تدعم كله. وده ممكن برضه يدي فرصه للعدو عشان انه يعمل مقاومه في المالات بتاعه لانه الفاير باور بتاعنا بيكون مشتت ما بيكون في تركيز زي ما عملنا كونسنتريشن. فده عيب بتاع الهجوم على المنطقه في وقت واحد. الهجوم الثاني اللي هو الطريق الحل الثاني ممكن انه نهجم كل المنطقه براو يعني نهجم ب3 مراحل. ده براو ده براو ده براو. من المزايا بتاعه ممكن انه نكلس العدو لانه لو ركزنا النيران بتاعنا كله في المدرسه ممكن ننتهي من الجيش كله. ممكن نمشي ننتهي من الجيش
المحافظ ونفس الشيء للمدرسة. عيب بتاعه داير ذخيرة كتير، لأنه لما تضرب كل القوى هنا ده ونفس الشيء هناك وكده يمكن إنه في مقاومة بجاي، لأنه الناس هنا ممكن يعمل reinforcement للتاني ده بتكلف لك ذخيرة كتير ونفس الشيء مان باور بتكلف كتير. بكون في فرص بتاعت العدو يعمل concentration بتاع فاير باور بتاعه. فده طرق الحل بالنسبة لطرق العدو. العدو كمان طرق الحل بتاعه واحد إنه يدافع عن مدينة رومبيك على كل ثمن، يعني يدافع مهما يكون القوة بتاع SPLA يكون شنو ما ينتهبوا في المدينة. ممكن برضو الحالة تاني لو شاف إنه قوة كبيرة ممكن إنه ينتهب في المناطق تاني ويعمل concentration بتاعهم في مال واحد، يخلي المناطق تاني ممكن يخلي المدرية ورأس بيت المحافظ ويجي يعمل concentration في المدرسة، أو يجي يعمل concentration في بيت المحافظ ويخلي بعض الاثنين في. ممكن إنه يفكر إنه لو شاف إنه SPLA جاي ممكن إنه يجري من المنطقة، يقول إنه نحن عملنا tactical withdrawal. فده ثلاثة مسالك ممكن العدو يشيل واحد فيهم. من العوام أو من الكورس بتاعنا من المسالك بتاعنا لو جينا جربناه فشوفناهم إنه ما في جربناهم كله، شفنا كله طريق ولقينا إنه أحسن المسلك بتاعنا ده المسلك الأولى. المسلك الأول قلنا إنه نهجم على مرحلتين. المرحلة الأولى نضرب المدرسة وبيت المحافظ كالمرحلة الأولى، ده هدف ألف وهدف باء في المرحلة الأولى، والهدف جيم كمرحلة ثانية. ده أحسن حل بالنسبة لنا. أما العدو أكثر احتمال بتاعت أو أكثر احتمال المسلك بتاع العدو إنه يدافع عن المدينة، وده الحاجة هم هيعملوا. ما نقول إنه العدو ده بيجي بقوارب، ده أكثر احتمال إنه هيعمل. هيشاكل كان بقى رجال يطرد SPLA، كان ما بقى رجال ينضرب كله. ده أحسن مسلك بالنسبة للعدو. الكلام ده واضح؟ لقاد هنا بكون إنه تكبير الموقف للعملية ده بكون انتهت، ودانا نمشي للجزء الثاني اللي هو الخطة البلان بتاعنا، ونبدأ بالميشن. هدف الميشن بتاعنا كان نحتل مدينة رومبيك في تاريخ أقصاه 8 نوفمبر 89. كان الميشن بتاعنا إنه نحتل مدينة رومبيك ده في تاريخ أقصاه 8، يعني لو تأخرنا كثير لكان يوم 8 بكون استلمنا المدينة.
عموما هنهاجم العدو بمرحلتين زي ما قلنا. المرحلة الأولى نحتل الهدف ألف وباء using two task forces مدعمة بالأسلحة أنانو ذكرنا قبل. المرحلة الثانية نحتل الهدف جيم using برضو one task force مدعمة بالأسلحة الدعم الإنجليزي. لقاعد هنا ممكن نجيب شوية عشان إنه نناقش الخطة ده، نشوف إنه الكلام كله اللي قالوه هنا الكلام ده لسه أنا ما مضيته، لأنه عملنا مع إصابة مستقل كنا شغالين معه سوا ولسه ما صدقتوا عليه عشان إنه نمضوا. لقاعد ما يجي أبروفل إنه نحن كلنا اقتنعنا كلنا إنه الخطة ده ممكن يمسك المدينة ده، بعدها كان بمضى له وأنا بصرف الأوامر، لأنه الأوامر ده ما بناقشه. لما نقول الأوامر ما في نقاش ثاني، عشان كده أنا بجيب هنا في محل بتاع الخطة ونشوف أي زول عنده رأي في كلام اللي قالوه كله في أبليكيشن في بلان عشان لأن أصلا قالوا موجه لإجابة معين، لكن زول هو شاب حاجة ما ممكن نقول هاي خلينا ماشي بدل أصلا موجه كده المفروض الوجوب بتاعنا يجي على خلف أصلا، لكن الوجوب أنا بيعرف قداما بالموضوع ده عربات فعلا كده وإن شاء الله عربات هنا لقوا مبار لو فيها ريقة ممكن يلقون هذا شيء معروف. أنا بشوف الموضوع عربي لكن ما صدق أو وافق لهجوم القدام للمشاة جواز نمنين إلا الويوب بتقوم يشوف المسؤولين يعني دخول عربات تجاه جنوب على معسكر الشمال. الوجوب ده أنا ما أسمى منك كده عشان أنا كمان يعرف الوجوب العربات لو ودي كده الوجوب بتاعه كيف برضه ممكن الحريقة ده في الشرق، إذا جينا في الشرق ولا الشمال نفس الشيء ده نفس المعركة. لو جيت راقد وانت نارب وجيت نار كان في جنبك ده هنا تدوق في الأول. الكلام ده كان حصل لنا في الجنة، ناس كان بيقوموا بتدوق نار وحتى بعدها يرجع ثاني في الشرق، فده كلام ممكن يحصل. بالنسبة للاتجاه بتاع الجنوب إذا شفت في مباني كثير حتى لو في فاير بكل الكفاءة يضرب 3 أهداف أثناء شكل ده كله بالمراقبة حتى بالعين المجردة. فإذا جبت جيش بجاي ووليت المسائل هناك بتأثر مع الجيش، عشان كده قلنا إنه الرباط بتاع المشروعية يقود الأسلحة بتاعهم إجمال البخور من فوق وياخد عمود بتاع التلفزيون ده كريفرنس بوينت عشان يقدروا دايركت ذير فاير للأهداف الثلاثة كلها. فده يقول أنا كده معناه وجود يكون قدام الشمال أنا للجنوب لمنين أنا لمعسكر هو أنا بواقف أنا أصبر يكون في زيادة كده في ضمن ويكون في موية مناصج فالناس ديل ما بطريق ثاني بلان موية. الناس ديل يعملوا تفسير كويس لو أنا قدرنا معنا ممكن يعمل يا تمثيل ثاني كويس يعمل معناه يكون أنا مديرية معناه بعد ذاك يكون بداخل. فأنا واقف الناس ديل يعملوا تفسير ووجوه يعتزل على اثنين معسكر. الكلام ده رفيع القائد في معنى كلام الهجوم في اتجاه شمال الشرق ده أنا كنا واقف في الهجوم في المناطق بين البلدان. هل لو نحن هجمنا المناطقين والجيش أنا من في مال ده لو ده قال يحاول بعمل له ضروبة هناك بعمل له فتين في البناء كانوا ما يجي لما نضرب هنا ويعمل كل اللي جاي لو لا بقول كده خلينا شوية في حاجة هنا برضه وين دارك فهو برضه يفكر. أما
الطريقة بتاعت لما تيجي موفينج يجي ايرليا عشان اي زول يجي يشوف محل بتاع لهم كنترول في المسا بالليل حاجة ما بس الشغلة بتاع المسا بتساعدك في مراقبة النيران تعدي لأن كل واحد بيراقب بنفسه وانت بتعرف بالضبط يعني كذا يكون هنا انت فيه تدمر لكن برضو كمان كنترول بتاع الشيء ده ما بتعرف هنا هنا يعني على ما بتشوف الشارع كان بالليل لا انت ما بتشوف الشارع كان بالليل ما تعرف وانا بكتب من حضرتك انه لو امكن بعدين نمشي بدري الناس اللي بيمشوا هنا بدون ميتر بتاع شغل ده يمشوا بدري عشان ياخذوا المحل بتاعهم اما الناس بتاع هنا ده بتاعت المرفعيه الاشياء ده لما ده جيت اقول كلام بتاع انه يمكن يحصل حريقه وده يحصل كثير يحصل لانه الجيش ما هنا ده ناشف شويه عشان يمر ما تحصل لانه ما بيسافر ده لو نحن ماشيين بالليل ما تسافر كان مغطينا كده فهجوم بالنهار في المساء النهار كان كل دول قبل ما اللاست لايت دول ما يكمل يمشي الشارع كله وبعد الشكل يبدا طوالي مع الظلام عشان ده بابا قال ما بده يشوف ناس ده مناسب كده يكون بدري شويه اما هنا ده المرهدين ده في محله اما كلام بتاع مويه وكلام بتاع نفع ده ما في مشكله فيديو هيك اللي يعرفوا ما كان ما دارين كان يكون في كنترول كان دارين وجود النهايه لانه جمت الليل وين يعملوا مشاكل كثير فشل ده موضوع بتاع كلامنا بالنسبه لهنا ده هناك حتى نعيش معه في منطقه هناك فده يكون هي كان عليه انه محل نحن موافقين تو بيتي ده يا مناسب ده ادوان and that في النهايه بعدين بيتفق الكلام بتاعي او الكلام ده نجيب او نقوله هي التلفزيون تكلم هي المنطقه ومشينا وشفنا المنطقه ده نمشي على الشارع قالوا الارض كلها وبين سهله لوجود في اي جهه وسهله لومول او دخول شراره ربيع في اي جهه لو في بسيط اللي هي انت تمشي تختار لك مكان البسيطه بتسمع لك ساعة الوجوب اللي انا بتكلم بيه المنطقة ده سهلة للوجوب مع جنبه ورمبيك ليه؟ بتساعدنا بأشياء كتير المويه بنهيب في الوجوب يكون هنا ساعة الوجوب اللي هي لازم يكون ساعة 6 لو بسمع 5 6 لتهت اللي هي لازم يكون زمن الوجوب لأنه بتساعدنا في الإدارة والدخول بتاع كل دول أو في العربية في نايدة بتاعهم في رينيا وفي يسعر الهدف بتاعهم كلام بتاع العريقة اللي هي بتاع المنطقة ده بالضبط المنطقة ده من هنا لحد هناك في تجارة كتار جمال المديرية هناك اللي هي عرضي بيجاي شوية اللي هي فيه جيش لو منطقة كان معروف كان المنطقة دي بكون سارة يكون كاشف لكن هسي فيه جيش بيحميك منطقة كلام بتاع العريقة اللي هي مكان بتاع بوت الدفاع النظف والعدو اللي هي مساوية 300 في كل مناطق مساوية 300 في كل مناطق دي اللي هي مكان بتاع جولي بتاع عشان ما يسلي شنو عريقة عشان ما يسلي عريقة ف بقول في الزمن بتاع ديناي ده المؤيد العصر ده اللي هي ينتهي مع جنبه المنطقة ده ولما ماشي غير كده شوية البياسر ما ضرب فين الأرهام ما بيشروا بالليل ما بيشروا بالليل عشان بعدين ما يمشي يقولوا ده انت يا بدأ جري جبال لو ضربنا المنطقة ده الشمس ماشي شوية بعد ما الشمس يمشي السكن هنا تجري الوطن ده ماشي بيعمل زي ما قال كمرة بول جبال هنا في الجيش بتاعنا شقات كده بسيط هنا في مدينة رومبيك في شبابات يطروا الناس فيه وما في حاجة بيضربوا الدبابة ده لو الوطن ماشي بالليل ما بيجي ثاني الدبابة وبكون تكتر أسي هنا عند بتاعك المحل معروف بدري يجهز عليه كيف يقابل الدبابة ده هنا ملوك المنطقة ده ما بيقول فالخطة بتاع الهجوم في هلا الواحد منطقتين ديل اللي هي سهلة كويس ساعدنا الجرو هنا فكر ثاني انه يمشي قاعدة تنظيم في اي محل هناك انا متأكد بكون كده يجي عمر عشان يجي يقعد معهم لكن لو هم برا يعرفوا طريق بتاعهم
مختلف يعني انكم راي مختلف من انه الناس ما يهاجم في سجاده. كلامك ايوه عارف الجيش لكن فترة طبيعية ما بتلقى جيش ليل بنيدة يا هو رأي بتاعي يعني الناس يكون بتين يكون بليل صباح الساعة 4 كلام بتاعي كاميرا دار بجوب يعني في ما ده من تلقى شاكي لمدينة يعني ما ده أبيض أنا بشوف أنا بمشي بعمل شنو في كلمة أنا بكون في المال أبيض ده عشان نمشي نشارك مع دول ثاني نمشي فارغ بيجي ده هو كلام بتاعي نمشي بالليل ولا نمشي بالنهار بكون جوا alert the enemy. فالكنترول للسولجرز في نايت اتاك ده ما سهل. بعد مرات بيعود بيشيل الشاي بينما في محلات معينه بيشيل الشاي فالمال ده لما نيجي انه فلان ماشي للهدف ده ويقول له انه انت ماشي المال ده في حته فلانيه في سلك وفي ماين بيقولوا فيه حته فلانيه فيه ماين فيه ده الكلام في حاجات بنيجي فوق. اما بالنسبه لكلام بتاع التحليلات التانيين بكيفيه الكنترول هو أصله حتى هجوم بنهار بيصعب الكنترول لانه الجيش always there is a problem. الجيش قلوبه ما واحد طبعا ده حاجه طبيعي you cannot يعني bring them together. بنهار الضبط او الكنترول بالليل بدروسه برغم من انه يصعب الكنترول بالليل عنده مزايا بتاعت انه العدو ما بيعرف الانتشار بتاعك. العدو ما بكتفك من بعيد الا لما تكون في مال قريب مهما يكون عنده obstacle وإذا جيت في مال قريب إذا بقدر انه تغطي الهواجس العمل. الهواجس العمل لما نكون بنهار يكون اصعب. مثلا زي المسافات النظافه 300 متر from the assessment بتاعت الخسائر. هل بالنهار الخسائر بيكون كثير ولا بالليل ياو الخسائر بيكون كثير؟ الخطة اللي بديك خسائر أقل ياو أحسن خطة. فكون ما إنه الليل عنده عيوب وكله ضابط كوماندر عارف إنه الليل فيه عيب بتاع كنترول عارف الكلام ده معنى ذلك هيعمل حسابات بتاعه على اساس انه لازم انه يعمل كنترول للجيش بتاعه عشان يجنب الاخطاء اللي بيحصل بالليل ده so that to achieve the objective with the minimum losses لما انه يعمل بالنهار. عشان كده ما بيجي حاجه كان خلوه انه انتاج في الكلام بتاع انه الناس يعيشوا بالليل ولا طريقة بتاع استخدام بتاع الأسلحة. فأصله this is what happened. أما كلام الحرايق you cannot avoid it. وجوه لو ضرب بالليل في وقت بتاع الصباح ده الساعة 4 يشعل الناس نفس القائد لذلك قبل كان ذكر الكلام ده زمان. فعلا انت القائد لما تعمل الخطه بتاعتك في حاجات كتير يعني انت تفكر قبل ما تعمل الخطه بتاعتك. ففي ناس كان ماشيه في التربيه او ريكونسنس وباري انه مين اللي بيكون كاسه بيعرف بالضبط اذا كان انت تجي بنهار بقوه بتاع سريه او كتيبه عشان تهاجم على القوات بتاع العدو ده يعني ممكن في حركه بتاع جيش ممكن يشوفك مصاب بعيد. رفيق القائد اللي هي الموضوع بتاع لما تقوم تساحة زول من الصباح عليك تودوا في الحد ويبيت وتيم زي طلع يعني بكون بتعب كثير أكثر بدل ما يتعب لما الزول يكون فوق ونازل يكون على السلوك. فدي حاجة عيب أنا شفتها
حاجة ثانية يعني وبنار عشان تهاجم للعدو عدو في حالة دفاع عشان تفتح المصابة ده لازم يكون عندك خصائص كتير بنار. لكن بليل ما ممكن يعني الليل ده سلام بتاعه كتير يعني الليل ده يعني بساعد كتير يعني حتى لو القوة بتاعنا جارة في الاتجاه بتاع العدو ممكن يضرب 2 ممكن يضرب 3 من القوة دي كبيرة من القوة كبيرة. حاجة الكلام فيها قبل ذكرته قبل الكلام فيها كومريدين اللي هي يعني انت كعسكري وانت عارف لانه انت ضعيف انت بقول الشغله دي بتاعي دي عشان انا ضعيف بنعمل بليل لانه الليل بس هاي الحاجات لو ديت تعمل حاجه حاسب تعمل بليل لانه ازول في الدفاع ده اذا كان ماشينا وعجمنا بنار وبنشوف علينا وبنشوف بعضه بقول حتى نموت هنا لانه بشوف زميله قاعد هنا وزميله قال له امبارح انت شجاع بقول له انا شجاع. كان في الثناء بتاع الهجوم يشيل السلاح بتاعه يعمل انسياب ده ما بجي بقول امبارح ده انا كلمت له لانه انا راجل شجاع ما بجي قدامه. لكن كان بليل ممكن يشيل السلاح بتاعه ويسرق نفسه بعد شويه بلقى نفسه برا. كان ده شاب الفلان ده وين ده برضه بمشي وراه بعدك القوة كله ممكن يجي بعدي كله بعدي حتى مش الخطة بتاعنا دي لو بنعمل أي خطة ممكن ده تعمله وإنت ضعيف ممكن الليل بساعدك. معاكم كلامي كان ما مختلف ممكن الوقت بتاع العناية لايف الناس ما يشوف أو تكون أحسن بكثير أنا بداية أنا بقول الوقت بتاع المساء والوقت بتاع الصباح في هوا ده ذاته أنا شايفين هذا في وقت بتاع المساء وبيجي الصباح أكيد بالليل بيكون في هدوء نسبي. انت عادة الأولى من النساء والهجوم تكون بالنص الليل. لو جينا لموضوع بتاع العريقة ده مو نعرف كان جايين في قلت طبعا لنا هذا بتاعنا ده استيلاء ده مو يا رسمي هنا مسافة بتاع قلت مع الهدف بعيد جدا ثاني الجيش بتاعنا ما يقدر يجري انه جلاب عملنا كلام. طيب أنا بدي فرصة لجرام وفيلة جامعة. الأجادة وطول الطرق من الرفيق عايز ده سؤال مهم لكل واحد عشان زي ما ذكروا قبل فعلا ما مدى على كلام عشان حرب دائما وابدا حسبنا يعني في لغة كتير ده سببه لازم دائما وابدا هنا بنكون ذاته في ده واكيد الرمبك ده اتذكر بدأنا في ملك كان مودين بتاعه ده من بوس لكن هنا وصلنا هنا اثبت ومبارك كل واحد ماشي فينا وقدر يعني ياخذ يعني ملخص كامل عن الرمبك ذات سواء كان انت كنت بتعرفه قدري ولا كنت ما بتعرفه كل واحد فينا هذا ده يعني is convinced والمعروف في المال ده قلنا قبل منطقة ده تنغبل وممكن نعدوا يعني انتوا 3 دبابات والننا يعني انتي دبابة it is not movable ممكن نخلي سلاح في المال ده يعملوا يعني سينادوا فلان في كل محل لانه ممكن يعني يهربوا بجاه شمال جهة يومين اما في الوسط فهو جمال ده يعني سهل بالنسبة لنا واحد افروج بتاعنا يعني بيكون tactically until we reach the objective. Number 2, tanks will not participate in the operation. 3 بتاعته شايفوا بالليل صباح ما بكون فيه يعني proper control بالنسبة لهم كمان برضه لأن control بالنسبة لهم ما بكون فيه والكنترول بتاعنا فعلا حتى لو في ضعيفة من control بتاعنا بكون هنا عارفين كنا ماشيين هجوم انت ما بكون ده زول يتهاجموا control ده فعلا will be hard في الليل لكن بسبب القوة بتاعنا
كثير مرنا على منطقة وعارفين عن كل وجوب الموجود. أما ذكروا الزميل مولانا مشكلة بتاع واجب ذل وأمر يزبر يعني بير بعض من دي في أجاد فين نينا أسدا ودي قبل ما نمشي لقدام في الكلام ده بغير في تايم اند سبيس او في الوقت المسافة من هنا لغاية الهدف يكون معروفة على حسب ما قلنا قبل انه من هنا لغاية هناك 16 ميل. فالتحركات بتاعنا كان المفروض يبدأ قبل زي الساعة يعني حتى كان المفروض يبدأ حتى إنه الناس يكون انتهينا من بريفنج بتاع الجيش والجيش يتعرفوا يمشي لمحل بتاعهم نمشي لمنطقة الحج أو concentration area. ده أنا ما بقدر تاني نرجع ورا للحاجات السبب هو ده preparation اسمه موتو 10 موديل أوامر تأتو reconnaissance warning order الحاجات كله طلعت فما برجع لهم تاني. التسلسل بتاع الحاجات دي طبعا ناس بتهرب من المال بتاع concentration عشان الناس يمشي لقدام. لغاية الساعة 4 بكون انتهت في adjustment بتاعهم. في الساعة 4 المدفعيات تبدأ ضرب على الحدث الضغط التحضيري. لما يعمل preparatory bombardment المشاة بتبدأ تحرك من منطقة الحي لمنطقة التجمع. ده مسافات قريبة ويظهروا في الأوامر إنه يأتوا منطقة بتاع الحي ويأتوا منطقة التجمع. فقبل إنه ناقشنا وأخذنا زمن كثير ساقط في كلام في ما إنه ده كلام واحد أو إنه قاعدين ندور حول. فبعد ما ناس تعرف من assembly area ناس بيمشي لمال التشكيل ومن مال التشكيل إنت تكون إنت وصلت لستارت لاين. ناس دايرين نهار قبل الساعة 6 إلى ربع. فبعد ما إنه مدفعية يحتل مال بتاعهم الساعة قبل الساعة 4 والساعة 4 يبدأ ضرب. من الساعة 4 لغاية الوقت ده بيكون المدفعية شغال. معناته المشاة بيكون مشى لغاية ما كل واحد شاف الهدف بتاعه وشاف عندك نص ساعة ولا نزيده. في كل التعيين ولا يقولوا ده السودان لوكال تايم توقيت السودان المحلي. لو انت عندك شغل الساعة بتاعك شغال جرينيش ولا شغال سيوز افريكان تايم ولا شغال بتغير weather conditions او أحوال جوية. طبعا بالنهار تكون شوية في هوا كده لكن بالليل في برودة بسيط مش كتير. بعد مرات في شبشب بتاع المطر ما معروف انه هيستمر ولا يكون مطر. فجو طبعا الويند بقى now blowing eastward from east to west. Light conditions دائما first light صباح first light ده 5 ونص بكون أي حاجة في الشوق الظاهر 5 ونص first light. last light تقريبا 6 الساعة بتنزل ساعة كم؟
ليلة 11 ومبارك كان 10 ليلة 10 11 ليلة قواد العدو وقدر قواد العدو بكتيبة مشاة مدعمة للأسلحة الآتي 2 حويتزر 122 ملم 2 حول 120 ملم 3 دبابات عدد من مدافع 12.7 غير معروف العدد. نفس الشيء لايت ماشين كان عندهم نازمجي 42 برنو فيكتوريو ما معروف عندهم كم، لكن عندهم في تسليح بتاعهم. ما في معلومات عن الحاونات 81 و82 و60 ملم. عندهم جماعة مهندسين وعندهم ميليشيا بدر بالفصيلة. في معلومات بقول عندهم مدفع 106 ملم مركبة على لاند روفر، بقول عندهم 2. الكلام ده not confirmed، ما في زول قال في شاف. يوم لما كنت في ناس بيقولوا انه في بيئة من هناك. الكلام ده برضه ويديزميسي، لكن ممكن ما يظهر ده في أسئلة ممكن انه يتعامل معه. قصد العدو انه يدافع عن مدينة روبيك حتى آخر جندي وآخر طلقة. روحهم المعنوية عالية برغم من صعوبة بتاعت أو انعدام بتاعت الرينفورسمنت بالنسبة له. ما في أي ريسك بيجي له من قريب غير إنه يحرك القوة من واو، وده حاجة هياخد زمن طويل. فبرغم من كل الصعوبات دي روحهم المعنوية نعتبره عالي. التدريب بتاعهم برضه جيش، تدريب جيش نظامي. قوات صديقة وهو القوات بتاعنا يعني مكونة من الوداد القديمة اللي كانت في رومبيك ووداد بتاعت الانتفاضة. عندنا 2 تاسك فورسز في توي هو شاك ودين نيال. ديل المهمة بتاعهم انه في الوقت الحاضر انه تكونتين الانمي الموجودة في توي ما يطلع برا من توي، في نفس الوقت يعمل امبوشز في طريق واو توي عشان انه يمنع وصول اي رينفورسمنت من واو. من الوحدات الجانبية عندنا وحدات بتاعت BSC في منطقة الاستوائية ويسترن أبر نايل بنتيو نايل اليمين بالنسبة لنا. التوقيت والمنفصلات لا يكون. المهمة قوات حملة كونانوك تهاجم وتحتل مدينة رومبيك في تاريخ أقصاه 8 نوفمبر 1989 الفرق الثاني. المهمة قوات حملة كونانوك تهاجم وتحتل مدينة رومبيك في تاريخ أقصاه 8 نوفمبر 1989. التنفيذ عمومي تهاجم وحدات كونانوك على مدينة رومبيك على مراحلتين.
المرحلة الأولى واحد كتيبة أو تاسك فورس واحد تهجم وتعتل الهدف ألف، و تاسك فورس الثاني تهجم تحتل الهدف باء، سريتين تغطي الهدف جيم. خفيفة قاعد تجميع بتاعك واحد ذو 23 ملم، واحد 14.5 ملم 4 ماسورة، واحد 14.5 الماسورة واحد، اثنين مدفع 12.7 ملم، ثلاثة SPG 9، وواحد حاون 82 ملم. واجب بتاعك الهجوم على هدف ألف مدرسة رومبيك الثانوية واحتلاله. إعادة التنظيم بتاعك بعد احتلال الهدف بتعمل إعادة تنظيم خلف دفاع العدو بمسافة 200 متر directly to the west. ترى من القنادق مسافة 200 متر. مانديلا 1 task force. Comrade. Grouping. واحد ذو 23 ملم، واحد 14.5 ماسورة واحد، واحد 12.7، اثنين SPG 9. واجب بتاعك هجوم واحتلال الهدف باء هو بيت المحافظ كابويتا. في حالة إنه الكابويتا نجح في احتلال الهدف بتاعه ومانديلا احتل الهدف بتاعه، الواجب بتاعك أساسي الهجوم على المنطقة راسد المدرية واحتلال الهدف جيم بمساعدة كل الأسلحة المعاونة الموجودة في هدف ألف وباء والموجود حاليا في هدف جيم. الزلوية 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 كل مبين دائرة الاستخبارات لا طبعا أكثر يوم على هو كان ما جديد بذكور إذا جانا فارق
أنا لما يجيبوا مسافة تعرف سمية لما بيها أنا بيعمل خمسة ميل عشان كده لو كان دوار زيادة ما بيلعب Indah betang cuba berkaya dulu. Nala bisno ini sudah ada. Dari bino reason for the enemy to wait. Kamu yo begini. Yo bar be. Lumia ujrin badru ke darab masuk. Dan hau dari kabin. Suara cacat dan nazu ini cakal. Dari bino reason for the enemy. Ya dua berapa? Tak selalu kemeran. Apa selalu itu? Nadia bana kuna na jam da drop ni ko wa ba won de ko jidong ma ko ya ai ma ja ma ji de ni da na ja ta ne da yin dong ko ji de yin ba ta ko da kru da ko lo ta na da ko ko kuna bek akwai ga mun gulu ga jazu yi ga babu kala bugala wani ko ngalo ai kan diga ka lo ga lo ri ne ke mun ta ba ku ke di wace da kina kai ga lo ga ni dan kuna bin wace a wuce na waje ga pin biwer waye ka number 2 bhai number 2 بعدين واحد النيكنيم ثلاثة المكحجة يقول أقدم واحد إذا كان في حاجة داير يقولهم بعدين من ثلاثة أربعة طيب دي أنت بعد الستة وثلاثة هاي كمان ada balik sini ada kawan ini dah balik yang mana kalau ada aku kerja lo kalau jalan begitu balas. Najib udah macam kalau ikat tu. Angkat tu. Baik. Itu ternyata apa kayak jalan itu. Baru ujung dah saja. Supaya bisa. Kemudian order sawar berkat. Di kamu tu no. Kamu ini kemudian ada jalan. Masuk itu. Sekarang ambil bakar. Guys,
تقول مين أكثر إذا ربنا هذا يقفل يعملوا كده دام كده أيوة يرجع كده معاه خلاص بعد ما خلاص مثال قدام ده كده بيرد فريش انا من ماذا ما بدون المرحله ما في جوز أنا طبعا 3 جدد واد جديد فبلغ الجديدة لازم يرفع هذا رنين يشوفون المزامور طبعا أنا وبوت أكان جاو يوم ده ركب 2 كان تعالوا امبارح يقولوا 8 بجي Ake wewe za kuruna gopa ake wewe fa idan no kada munasaba ayo tunjib kada ayo أجناس كده مناسب ما بدنجر كده دقيقة ميل اللي برا ايوه ميل اللي برا لو يكون اللي برا غري ما دي رولي ده يا عم بتجرس
arba ka ce ma da fa an bil ta jaza amci ini ba firing position berandakan dari bawah ya jauh Waduh daerah kita
نتكلم اول حاجه ونعمل الشغل حتى بعد نغني كاين وين كله ضباط يبقي بصب كويس يتم ذاك الحذر من عساكر ناجي I'm die! No! Bor! Jamben! No! تمام ما يبقى الكلام في حاجه غير كلامنا ده ما بطال كله لكن انت عشان تاجي قاعده بتاعك وانت تكون قريب للعدو انت ما بفوي كثير عشان عدو يسمع الصوت بتاعك ويكون جاي بعدين اوصله يوم كان وصلنا بعدين لغايه قريب لقنادق بتاع العدو ان شاء الله تكون لغايه بكره ما في زول مناف لكن هسه هنا في زول انا بترجم مورال اكيد ويل كراش لكن كنا وجبن اكي وج بيجي ياتر بيجبن رول كي كي غوغت اكلهم كيين كوجبن دول كان وج بمولنا يا جال كو تاغ ما تاغال موج كو توبن كي بو نيا كي كيو كي لا تني اكي نان فينن كومتين فيا تشاد بيد كدوم بو كاي كلهم ان كليوه دوم فوغا انا بدا من عسى لكاد معناها نكون في مال بتاع العدو اذا كان انتم دايرين عشان ناخد نحقق العذابنا ده لازم نسكت من عسى لكاد لو وصلنا مسابقه بتاع 100 يرد للعدو نبدا خوراك بتلقى بكون اصل ديركم مو ميم كو جاكو شوكو متين ina na ira wujen berum be dia kita buglum metin la ko ga mol agute bo ngeta tip nana ana ما داير اتكلم معكم يوريكم الاصل شنو وبعدك تمشي لهذا بتاعك لكن دي بلوي تن وي ودي بشيف كنن بقول ابندي ود كونا نوغنم جيج كونا نوغ ان بقول بجام كويس كوبلاوي بوجالا هدف داي لكن في كلمة بسيطة كده عاوز أقول لكم أنتم انتفاضة لا وين نوت يبقى وين انتفاضة نحن بدينا من ما قتينا نيل وكلام بتاعنا كنت بكلم لكم لخير وصلنا الجمرون بيغاسة وار يتوي نيل لون توي أقول بون نيل تيم بوغيت كواجام أقول شو رد يتجرم بيغ من فين الشغل بتاعكم ناجح لواي دون أكيد عشان كده ويبتن لكن باقلنا عشان نقضي رومبيك ده ياو لسه قدامنا كتين انت دون ابو رومبيكن بوكاكبن انا كاي دون ونيم توين لكن انا متاكد 100 انتفاضه ايمسك رومبيك ده انيش بوادي لو انا ين رومبيك ابي انتفاضه بوكاكبن ياكال مش بكره الليل ده ياكل كن كيم ياكل كن انا بوغا دامتي بعد كلام انا عايز اوريكم انا كله كان واي كاجا بتاع الجوع وكوادران ود ريال مم واي عسكري في التسوال بتاعه وجلا ابرو رير كتيبه دي استقل بزميره الوي كان دبن رير يا لوتو عشان ما يقول كان قائد شامي انا بيعمل كويس اجري ناكي بندير ون ين ما جين تي جال تين كين دول لوي كاي يا برو رت بيا دو رير تو استقل بزميرك لوي كان لو بن نانا هناك ما لا اضبط اي زول قاعد هناك يقوم فوق داخل الجوع موجود في طابور علي 152 Samora 2 Samora 1 وسمورة 2 والأصل نادي سبورت يونت أو ما في تمام جوا تمام
خلي بالك جنبا لا بص العساكر يقول أقول أنا جبن جام وين مورال لكن دي كلام بسيط أنا هقول لكم لا وين تنيوت يجبل لويك سبب أننا جماعنا هنا ليلة كنين ما دوغ نيمتاني متين يا وانا هتكلم فوقه هنا كبير أنجام من ما يكون خرجتم من مركز تدريب توار بي وبي توار فيوج وتن ولا قاعدة ليلة قلت كده يأكل عندكم 4 شهور على بايكان وان 4 شهور ده قضيتوه في المسجد بايكان وان أشاك النوك ويشاك وعندكم مشاكل كثير يكم لقيتوا وكان نمرم جوال يوك أجوز باي والهدف اللي انتم كنتوا ماشيين له انت الاشجار ده من دو بريدة تيم كشوف يأكل نحن وصلنا للهدف اننا كنا ماشيين له إن ينقوا بودا وان بايكان وان كوي يشوف دوت دي يوم مناسبة بدل الجمع بتاعنا هنا كن ينلوي يأكل الرومبيك ينلوي دي يوم مناسبة بدل ليلة ين كن يأكل الرومبيك ما هنتكلم كثير كنت كيد زال انا داير اذكركم كلمة واحد ويتو كنجل بابن ويتن ويك لما انتم خرجتوا في مركز تدريب أكل ويل ويك انت فاضا عليكم عندي امل فيكم انه يكون علاموا الاهداف كثير هي ليل ويك عناب بودا باي لون ويك ويك عبكر الجر عبك لوي كجوج باي عبك تيام الكلام ده انا داير اذكركم له كن نبيت بابن بيري كن ويك متي ليه قال لكم الكلام ده يرين مو لكن ويك كن يا طريقة انتم عملتوا التدريب بتاعكم أكتين من ده قال الكلام ده هنا ويك ويل نكن حاجة ثانية ده اول صفة بتاعكم بتاع انتفاضة اول أفوت كتيبة أفوت ويل هنا أفوت كتير ناصر عمل هجوم واحد ومسك ناصر ليه بوجين كوجوم توكن لوي كوكوك ناصر فين انت فات انت مين ده نجاح بتاع سيل فايب شالوم حاجة بتاع 200 ودوم في برايد ستار كامبين بودكارو الاستوائية بودكارو واجبي بتين كتوج كيك بني كواتوريا لون جام لما مشى استلم القيادة بتاع الوحدات في شرق الاستوائية واللي كل جيج واتنم دتوي يا ودي شفتوا الاستن ايكواتوريا كله اس بي ال استلموا إن كان نجيال فيله كين كإكواتوريا اللون جام قال بنا توان بن ومشى جا شال بور ولا قايد ما شال وات ومشى خشوا ولا قايد كنال واللي بن بيجو كين كبور نياي واللي بيجو كين كوات نياي واللي كوج كنال نو ده النقطة نمرة 2 يكي ويلو كن الحاجة الثالثة ده كذاب لما كنا هنا ده في كارث واتا وكاري كتيو يدكم سميتوا مزيقة بتاع الانتفاضة الشالو لكرمو انتفاضة وارتي جوت بغاب كرمو ولا تلا دين جاك فين جلا جوي عشان مشى مسك كرمو أشي كرمو لا كوكبين مسك مدن تاني في مالتهم دي منصور كله مسكوا لا في وجين كجاتي كوب يدي منصور أجي دم ده شغل بتاع الانتفاضة اللي انتفاضة 3 حاجات دين ويلك كاديك ده حاجات اللي كان يمكن تيرمان يعرفوا انه انتفاضة هيعمل شغل قوي كذا كاكني بندا دي واد بوجنم أنا ده كذا كاكبي انتفاضة لوي انا برضو وليلة انا واقف قدامكم وين كاج ونيمتن ياكل انا برضو بعربات بتاعكم كله كذا ربي يكون بن ما في مال لانه يفكوا العربية لما يكتوا في شوال ويطلعوا كتب في المركب يمشي يطلعوا في برا تاني يمشي يركبوا يكون عربية ده أول مرة كلام ده يحصل لنا أجين تجارة كان لوي تين باربيا كدي تو ترمبيل بدوك وكير شوالك وتي ماغور بغير وارا لون توي كوبين بن بدوك بكات أكل توين إنجولي لوي كين كيرو كان لوي توان عربات كله جاء والمدافع كله جاء عربية بنا جبن جلا بن قاندي جبن ذخيرة قبل كده ما وصل في بردة جاء نين ماج دي دفاي كي كان غير أبر لان أشوي لما وصلتوا في يول برضو لقيتوا موانع بتعدينه ما في حاجة يتطبق فيه وغير ويرول وغاجي تيات كوي قل نين بن بيوك تهي بي بي تامتين يكون برضو مشيتوا وطلعتوا المركب اللي كان في البحر لمدة سنين يكون طلعتوا المعدية ده برا وطلعتوا لما نكم قطعتوا بيه العربات ويكون ذاتوا قطعتوا بيه وغاجي بن لابوه كمركب تيجن وي تنرون تاكن لكو جوت كبي وغيرك ونور وتي مربيه وقوف بتاعكم سوا كاجون وي وديه من ما يكون طلعتوا من مركز تدريب توارين جيل ويك كتوي تواب يوج وتين ويكون ثابتين كاد اليوم ولا نور وكاج نيني ويد ياكل ده بخلي زول يكون عنده ثقة فيكم
100% إنه يكون ما تعمل الهدف يكون ما تعمل. إيرا دول إنت ماسك المراه بتاعك مثلا يكون كلكم ناس بتاع البقر. راد ما يمودي إنت بقدر في الأبغار. وجوبول كان وقت لما يكون خلاص بقى كبير ده يأكل أبغار. ناوي كل شيء جديد كي هم جال بوات كريم إنت من هنا إنت باجي في الأبغار كما بقولين في شاكل ما تقول ثاني. إنت ما بقولين في المراه بتاع جو ثاني كأنهم في أكل أبغار. يولدون في الأبغار بتاعك. رين ngô ku biken twen bin kai bin gol ten ko di la kai gol ba They are all fahal and legitimate faida. yen ton wen kan na yipi yet ken yen ko Baada kita berpipo channel ke jati. akule yitin kitan liur aji bak to kai ja dung ta taren ka tun ko kai la kin ba gwang num ku jol pal lak ku gut ke tun Alela inkum nazar intifada ana faketakum لمال بتاع الشكلة عشان تمشي تشاكل مع الفهلة الثاني ده. yakul ton inde fa da jallo yet bi gut ke ton te te yo ten abati والشكلة بتاع رومبيك ده يكون انتفاضة يا ماشين تشاكل فوقه. shangrum bek awel inde fa da we ga tarti الناس اللي كان هنا من بدري ko kete ten fer هيشاكل برضه. abu toria لكن أنا خطيتكم قدام. we aja we twen عارف إنه يكون أتعمل الكلام ده. angi lombi we kin loy لو يكون ما قدرتوا عليه. la jak la lew then أنا بجيب الناس اللي كان من بدري قاعدين هنا ده وأنا بدخلهم كمان. ko koy fer ke karer ten aba bay ku jal ka tang فنانو عليلا o yakul نانو ماشين نضرب رومبيك. rumbe ga log moj نانو ما ماشين نضرب رومبيك كريت ما ماشين نامو ريت نانو ماشين هجوم ونمتو رومبيك ونقعد فوقه. wa ci la wotor ko woret bay yakul rumbe ga tar ku ko wa ci la wotor ko woret bay bu bek long tuy o kat o atar ku dam ku reer ko tin حتى لو جاء منو عمر من خرطوم ولا سوار دهب ولا محمد ولا منو نانو ما نطلع تاني من رومبيك. na chok ben yen umar wala ben muhammad wala yen nga kartum da tuy ku yewa yo jal ke rumbe ko wa ko ben jal ni kitam rumbe ke da dam ku ko ke da كلام ده كل واحد يقول في راسه. da ku wani mun kin عشان كده ناس ما يستعجل بالمورال. kin du ke moral go le ba ke du ke yang mo ke ko wi إذا لو من درفع قلبك بتاعك يكون كبير. na loy pu jot ba ke dang le ba pu di fin والحاجة ده بقلب عليك. kin kin la idar rin bala ka yig pu ka jale chango pe حتى لو أكل لو إذا ده تأكل كتير تبلع كتير إذا بخنك. na cho ga kun bu ku lo tin ba yig pu di rat ka yi ni da ده برضه في شكله. en tane tonga ya ناس لازم إنه يمشي بتأكيد زي ما عملنا 4 شهور في سكة ونحن ماشيين برا لازم الليلة ده نمشي ندوق العدو ده ونشيله برا. akid min waren tia do pay kan wan dul ni wa cha do cho put pal pin ti di tu le yeni tade wala rumbe wo cho put pal pin ku danga ci le pay wala ku dir kul wa tane to put bu dampi الشكلة الليلة الساعة قبل الساعة 6 الشكلة بدور في رومبيك. ya ne ya kul ka kol ke gwa wer sa da tam ka tonga ci ko bore عارفين الأصل أنا ما في داعي عشان أقول لكم السلاح عندكم. barkin ma jange ke ke ka ben yut we ke ben kwan ke chap go le go min وأنا كلمت مع الضباط بتاعكم كله امبارح ku jala ko chen til ka chan ka jam ka ke war kul وعملنا تربية رملة. wo
Oga jitar bamiliet achuk loy bukit pin in pen amona rumbe fogo rumbe ga chukit pin tar bedno wa kulu nas kulu dabit kai bita da task force u kai bita da seria waro al mal bitaw ran bin wat task force no kala ka de serio bin a ci nyutta den kai kala ton la domtin bila tuba du gop da ana dare no yamalu alela kene wi tulo yakul akul de yaw kalam bita lela de yen wed yakul kan lo man tem jitla bukra sabah nayen yagriyal kula ko le banten nanu nargus fi madina fi rumbe kula na bil muwatanin kulu namul moral juwa fi rumbe o galo ya Luai, yang buat kucuk, ia baik kabin. nanu wasalna lo Acuk dut, wasalna lo u lazim inu nanum fi rumbe galela acuk dut, kuwa abinin rumbek yakon. fananu lo manam fi rumbe Kuwa kelong la rumbek, ibu ngamotu agani gabal choya wega acuwa kaca kalau ikan mesin, aca ker mesin win. enu narakba sonki bedun compliance La wa besonki wa blo tiki, besonki, lu rakabu kacini kama fly. da ana ma da zo lemti wa denti lanu da shi katiri na gwa denti yamul compliance na wuya Warki non, adit, kalau kana di jatuh, duwingo la pig non ago, kulwele gana igi la get tu complain do kubela pinde chi we wa be. da kala muhim Wet tiekken, irkum kula kum yom kanit kuma nas da rumbe we bin, we ache ko rumbe, fi nas da rumbe ko rumbe ato, arfin madina da rumbe angit ke yem pen rumbe bin. fa aladu al gati rumbe da Je ya ter re rumbe, gati talata malat re won ka diagi. Yerini jadin wut kandir mapat dandir wakad bel rumbe bin kuton ku yurul ku jawetan ku en gare tim tuk timen udah bala dudana da ma bala dudawa zo al gadi na dai rare bin gina je panden panda en wi yare bin ko gore wo lazim da talawa bara anyai ku almala tane human gadin fogu da dal madriya zato da dare la koy kop alwek koy kop ko da loñ re ke tu kay danga moji ka ke a kon kat di koy ku la mat fa talata maladel won ka diak nanu ana shakal fi fulu malela o ga partin yakul ke gi bin ka diak tariga inu nanu ana shakal kuman kata jej bitom katir fi madrasa jeji tet madrajen ci e kudnum tin عشان ما انه يكون يعود مع البتربوه بتاعهم الكبير عندهم يمكن كرياتين ye na seriye karo ka ci ka to ten biayen de serial den di tetun الكرياتين ديل seriye ka karo انا ودي دبلوم كابويتا ده ye seriye سلامكم سلام جوجو بلا سلام بتاصورا سلامكم سلام
sura toka jamatin inda kum galada SPG9 SPG9 ka diak na beja na bakaloi pelang ka buka renjoki inda kum 12.7 12.7 mim ka dani jur achika arabiano de chokol beta kum wi kun yaw bagda chokol filaw kapoi de chakala da Dabi kapoi da tongkin la jok chuk Mandela wan Mandela wan الوقت انه نازل يبدا شكله Mandela wan bukul maji Yamunen di kapoi ka edu mentong Mandela Mandela wan raja tuin bapak raja tuin anjing bar bapak ini kedun luai dunkan luai dunkan anjing bar bapak ini kadikin dia ketui gue inda kum kaman inda kum zu inda kum we chokol beta we ala zu kujala mim tadi saya kedang mim tadi ani jur kujala SPG karo bin kakak akan lewe keran bosman alqaida gulun wallahi ana zado taban fi nas kaman khairar madriya ita tui jadi dia mapas gatin kala 14.5 kumai pan tebu akhir ke bilok ke mukmin bedana albabod ma na samura da ya tuka da baba da barna ma da rino ale na baba tung tauta tui madriya kulega kat kala ban ne pan ma ba le ting lo rat madraji ka BSPG 9 ratan abu ko nyanyi na chuwi ka ka tui ki ga ga chubra imal nan wa arfin nu da da ko ka da ta kuma gule ya bi we la ko tin abi ko won ma we ga tin nut lo nas kapoy da logala jama kala nan ma nazar alom yo da ne gonti mina kata je na Mandela wan ki da ga berial ka pigi na jagal bi lo na da jagal bi pirata dal madriya na tar ko madriya ya da tui uyi da gati be dal mahafaz uyi na da pan mafas ida ga da jagal fogu uyi na tar pan mafas ma da gulu la du da bi ni wara du lela wada du da ne da tui madriya ka blok fi ka ko elwe na li wet ka je bitan alkan hin bedri je da re tan da han bardu fi nas gadin fi sabana Allah mala fi chokol betam loy den kan nas barnam gadin fi sika bet almashi le malaw koy bar na mare ardulla malaw bu ka chila bola lang yo mata lo man paradu nas bi betarum begin de uman jara be sika betam bolo war yen kon ka chop tuen rumbek e ket ma kur ja gay aje tek dulla bolo dul en tek malaw lo jara do dagal ma chile mo bolo chanem chile maridi ayel ga barnam inap na ben ka kat e mtin la o ate ken bula mon bola rin di ba la maridi ka ba barnam yokin ba kalam da haja muhim ken wet yikum lazim ta kuci chakala da ukul wa da aruba ku bitaw guide wen wala dilla tong kuina dirngi wa musa twis kuta kiem rir kede ke git mata guli no yikum mata kanita da shajara da do kelwela wela ba nyanga tim gin chuk ana bamki maku ana ilamin ana la wa duba del kulu mashi maku ken ku chang tele bin la da mu haja yaji gulule na gal hasal kede la nazma kulana hina gidam wona shubu kulana ake ku ben akwani le ke lo kele ku birana tin nyende tan lo ero tin ke ku ben belwel fa lazim inu namki be gali gwaid kulana wala pianto akan bukra lo manaji na gonu kallam ri na mi akubu ben yuj bu gal jam azol al ma'amul haja ma yaji gulana moldu haja taran tin ke lo du belwel ke lo ku kala wen ku ko kala lo gam fo gal wala na kundu be jay kulu nas kulu be yaro benu bulande bugul ke waji la ko la lo ay non choti du be jam ko de yaw kala nanu binamol yene kene mbuglo lazim inu nas kulu yafam adirana binde inu chakala bidana da jong dan anas bitat asbiya kulu ko asbiya bin bimara da man gadin fogu terir ka bin uma na da adan biton kulu yo gadin bimal da yi a ci wel ta dan inda faru wa shi ne te mata kidan no ku ye dubu maziga bukra ta zaida na yan ya ta ya ku ya moziga in bai dan da biyamul hajat katir fi Sudan tabuka juja pe abu wel pan Sudan
يكون سميتوا قبل ايام في السودان كله اللي فاي كارو وقلت اللي بنتيار كرو توك بنتيار كرو يرون تولا كرتنا انت بيبنك تولا سيالي قال بكلسنا كله اللي كابتول بن كلام ده صح ايه لازم انه نوريه وانه عمر كلام بتاعه قال انه هيكلسنا في خلال شهرين نقولوا ده كلام كذب أنيو عمر لانين برنامج جنبين وقتول فاي كارو وي الوت قال برضو انه بعد اسبوعين هيمسك كرمك ثاني اكلوا الكرمك نين تيار كواني جابا قوادو دايرين نسبي له برضو انه كلام بتاعه ده كذب لانه هذا ده اسبوع واحد انتهى ابو نو بين لانين كدن كلوا الوت دو كرمك نين كا درو اي قواتو كدون درو ونحن لو مسكنا رومبيك نادم كرمبيك عمر ما بمشي لكرمك ثاني عمر جبنا لا كرمك هيتجاجل لانه القول بمسك رومبيك ده يمكن بمشي لواو رين موري الوين برومبيك بن بل كبدو ابكان باي واو ولو مشى لواو هناك هيدافع عن واو بدلا من ما انه يجي لرومبيك او يمشي لكرمك كنا لوين واو اوكي واو ان ببكوين كان كبير جوت برومبيك غير ان كرمك الحاجه ثاني برضو ده عمر قال انه داير يفوت من جوبا عشان يمشي لبور اي عمر وين انا كم كبري جوبا توي بلا بور عشان يجي يمسك بور ومانغالا وجميزه مالات كله يومتا نانو قاعدين فوقه رين مو هنا بيران بيلي كن هو تيك كن يبغى يجوك كتير كده ولازم نعمله بطريقه انه لازم ننجح هي ديل كله يدل نادا كديل دوكيام اشياء بينهم دوكين نمشي لرومبيك عشان بكره وقت زي ده نكون قاعدين في رومبيك نتكلم فوقه اي الو هو بن ولا رومبيك رين مو ناي مياكو سيبن كن هو قاعد وان فانتو رومبيك سياو كلامنا داير بينكم هنا كويسن وي حتى بتاعكم انكم يتفادى تمسكوا رومبيك كدون كن يندوي وين يتفادى رومبيك انا فاك بنيا ده اول هدف بتاعكم لانه انكم هتستمر في الهدف فيكم ابدا برومبيك تمسكوا رومبيك ده ونمشي بالمالات الثانيه هدف جا باكلوي كينا جاك تو رومبيك وقال غير وانكو هو دوم اسيالو ايه اسيالو ايه رومبيك ايه رومبيك ايه اكويدا ايه Wada ye ke roke bitiroli na beninya bilaga pande chapin chap eran jutun kang pal kujat bila tok pande chapin chap harga bom Lawan mangai bang bang ya go go giran na joy arayin بتاعكم عشان يكون تاخد حاجات إدارية بزمن لأنه زمن قرباتها كل القائد يجيز القوة بتاعه يكون مكتمل يكون إذا كان في زول عنده حاجة كده زي الزمزمية ده اللي يشيل موية شيله ملا بعدين تشيل معك عشان بعدين ما تقول كلام بتاع موية وما موية لأنه دايرين نشرب في مال بتاع سينيور سكندري سكول أجوبة الثانوي العالي أنا